بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ تعالوا نعمل النهاردة السردين المحدق، كلنا بنحبه وجميل في الاكل وبيبقى طعمه حلو قوي، بالذات السردينة البلدي الجميلة اللي احنا شايفينها دي. لما بنجيبها ونحدقها في قلب البيت والله ما بتاخد مننا وقت، وفي نفس الوقت برضو بتبقى طريقتها سهلة وبسيطة وبتبقى بكمية كبيرة، اكتر من اللي احنا هنشتريها من بره. يعني احنا لو اشترينا كيلو مثلا ب100 جنيه، بره هنيجي نشتريه متحدق ب200 جنيه او يزيد. واحنا ممكن نعمله في البيت، مش هياخد مننا اكتر من 5 ايام هتلاقي السردين جاهز معاكي للاكل، وخصوصا ان هو مالي الاسواق الوقتي وكتير. هنغسل السردين بتاعنا كويس قوي، ونقدر ان احنا نتخلص من القشر اللي على السردينة، بان احنا كده نمشي ايدينا على السردينة فالقشرية بتاعتها بتنزل بكل سهولة. هنغسل السردين مرة واتنين لحد ما ننضفه كويس قوي، وبعدين هناخد السردين بتاعنا في مصفى كده او في طبق شباكة زي ما احنا شايفين، ونحطه على طبق علشان يصفي المية اللي فيه. معانا زيت حوالي ربع كوباية، ومعانا شطة، ومعانا ملح للتخليل، ومعانا كركم. بعد ما سيبنا السردين بتاعنا حوالي ساعة لحد ما يصفى من المية بتاعتنا كويس قوي، هنجيب بقى علبة علشان نحدق فيها السردين بتاعنا، او ممكن نحطه في اكياس نايلون بيضة، وبرضه نحط الكيس في علبة ونقفل عليه كويس. المهم ان احنا نبقى ايه، ضامنين ان ما يخشش له هواء علشان السردين بتاعنا ما يجفش ويتحدق معانا ويبقى طعمه كويس. هنرش حبة ملح في أرضية العلبة زي ما احنا شفنا كده في الأول، وهنبتدي نحط السردين بتاعنا ايه طبقات كده، ونرش ما بينهم كمية ايه ملح مناسبة. لو انت جايبة كيلو هنستخدم له حوالي ورقة ملح، إيه اكتر هتزودي الكمية علشان كل الحدق بتاعه يبقى مظبوط. لو انت عايزة الحدق هادي ممكن تقلليه شوية، الحاجة بتبقى في ايدك وانت عارفة إيه كميتها قد ايه. وهنرش برضو رشة شطة كده ما بين السردين وبعضه، ورش على الوش كده بقى في الاخر زي ما احنا شايفين، ورشة كركم. وهنرش الزيت في الاخر خالص علشان يمنع ان الهواء يدخل للسردين. زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي بقى بنغلف الملح والكركم والسردين والشطة بتاعتنا بالزيت في الاخر. وهنبتدي بقى ان احنا ايه نقفل على العلبة بتاعتنا كويس قوي، عشان انا حدقته في العلبة على طول، فانا هحط العلبة بتاعتنا دهيت في اكياس 2 3 علشان ابقى ضامنة ان الهواء ما يدخلش للعلبة، واحنا والسردين بتاعنا في مدة ايه التحديق بتاعته. هنصفي الهواء كويس قوي كده زي ما احنا شايفينه من الكيس، وهنربط الكيس بتاعنا كويس قوي عشان نضمن برضو ان فعلا الهواء ما يدخلش للعلبة بتاعتنا. ونرجع نلبس كيس تاني وتالت مفيش مشكلة. لو انت برضو محدقاه في الاكياس على طول او في الشنط اللي هي النايلون البيضة ديت، ممكن برضو شنطة 2 3 او وتقفلي عليهم حلو قوي، او في الاكياس تقفلي كويس قوي قوي. المهم ان انت تبقوا متأكدة ان الهواء ما يدخلش للسردين. والله الطريقة سهلة وبسيطة، وهتعملي الكيلو عندك هيبقى بتمن 2 كيلو او 2.5 من بره. انت هتنقي السردين اللي انت عايزاه براحتك، طازة جايباه من عند بتوع السمك، وهتغسليه غسيل كويس وتبقي متأكدة من نظافة الحاجة اللي انت بتعملها في البيت. والمكونات بتاعته سهلة وبسيطة، كلها شوية ملح، شوية شطة، معلقة كركم، ربع كوباية زيت. كلها مكونات بسيطة زي ما احنا قلنا. جبنا السردين بتاعنا 4 أيام بالظبط، والله ما أخد في الحر ده إلا 4 أيام أو 5 أيام بالكتير، بس أنا فتحت عليه بعد 4 أيام. وبسم الله ما شاء الله
هنشوف السردين مع بعض. والله والله ريحة السردين وطعمه وجماله بسم الله ما شاء الله احسن من اللي بيجي من بره مليون مرة. بسم الله ما شاء الله. شايفين دي اللون الاحمر ده على فكرة لون الشطة. السردينة متخللة وجميلة ومحدقة وزي الفل اهيت. بسم الله ما شاء الله. هناخد بقى السردين بتاعنا وهننضفه، هنضف منه للغدا على طول. بسم الله ما شاء الله. اللون الأحمر ده يا جماعة لون الشطة والله والكركم في مية السردين. محدش يقول مثلا ده لون دم أو حاجة من السردين. لأ، السردين متخلل وتمام، وبعد 4 أيام هتاكليه وهيبقى زي الفل معاكي. شايفين السردين بعد ما نضفناه للأكل بسم الله ما شاء الله، ولحمته دايبة وجميلة. شايفين بسم الله ما شاء الله اهي قلبها جميل احمر وزي الفل اهيت، ولحمتها دايبة وما اخدش مننا هم 4 ايام او 5 ايام بالكتير، وتحدق معانا السردين وهتاكلي احلى سردين محدق وبألف صحة وعافية يا رب، وبألف هنا وشفا.